كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال ألفاريز إن النصر قدم لمودريتش عرضا لمدة عام مقابل 40 مليون يورو، مؤكدا أن مودريتش لم يجدد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما دفع النصر لتقديم عرض ضخم له. وكانت صحيفة اليوم السعودية قد أشارت إلى توقيع مودريتش لنادي النصر حيث وافق على العرض المقدم له. وبحسب مصادر مقربة من النادي السعودي فإن النصر قدم فعليا عرضا للوكا مودريتش، وأن النادي ينتظر موافقة اللاعب أو رفضه. وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 من يونيو المقبل، مما يعني أنه يحق لأي نادي التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد حيث دخل الفترة الحرة. وبحسب تقارير إسبانية فإن النصر مهتم أيضا بالتعاقد مع سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي ليجاور كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في حال انضمامه.